السلام عليكم، ازي حضرتك؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد من فيديوهات نزلة شطب شقتك، اوضه اطفال. كنت عايز اوري حضراتكم بس مش الاوضه كاوضه، ولكن تريكات شويه في تقسيم اوض الاطفال بالذات. عندنا الاوضه في اسكان تعاوني. الاوضه زي ما حضراتكم شايفين صغيره، اقل من 3.5 في 3.5. من ضمن قواعد الديزاين، اول حاجه لازم نخلي بالنا السرير يكون يا اما في الحيطه دي يا اما في الحته دي مواجهه للباب، علشان يعمل لي عمليه الفيسنج للي داخل او ويلكم للي داخل. فهنا الحيطه دي دلوقتي فيها شباك، يبقى انا عندي الحيطه البديله انها تكون الحيطه المقابله دي. طيب، عايز اعمل الدولاب، فالدولاب ما ينفعش يتحط قدام، لان المسافه اللي متبقيه هنا تقريبا 3 متر وحاجه بسيطه. فانا بفضل دايما في معظم الديزاين بتاعي ان احط هنا شاشه، واليونت بتاعتها لسه طبعا جايه، وما احطش التسريحه قدام السرير عشان برضو ما تضايقليش هنا مسار الحركه. شفت الجزء بتاع التسريحه عندي، وخليت الدولاب، لان هي اوضه لفرد واحد. دولاب ما شاء الله متر 80، ضرفتين كبار، سلايدنج. بالتالي انا عندي السرير بقى في السنتر، عندي الكومود. طبعا واحنا بنأسس كهرباء بنبقى كل الكلام ده محسوب، فتلاقي الكهرباء جايه في السنتر على ارتفاع مناسب فوق الكومود. وفي تركه حلوه جدا احنا بنعملها، طبعا لفظ الجلاله ربنا يجعلنا طائعين ليه يا رب. الجزء ده عندي هنا التكييف، طبعا انا حاطط هنا الصرف، اما الفيريون هيطلع من هنا على طول باك تو باك. طيب، في حاجه مهمه جدا عامه واحنا بنأسس، لازم نعمل مفتاح لفصل وتشغيل الكهرباء عن التكييف. ليه يا جماعه الموضوع ده؟ لان ببساطه لما بيكون حاجه زي كده، ارجع لكم انا بقى. حاجه زي كده بتفرق معانا ان الكهرباء وانت قافل التكييف والمفتاح بتاع السويتش مش موجود، بتفضل في كهرباء واصله للجهاز، وده بيقلل من كفاءه وعمر الجهاز على المدى البعيد. كان حاجه سريعه حبيت اشاركها معاكم كده. اوضه اطفال ربنا يبارك لهم فيها شباك جامبو دبل وعاكس، عشان برضو يبقى في الخصوصيه البرايفسي بتاعت الشخص اللي موجود، ودبل علشان طبعا الصوت زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده. التسريحه، السرير، الدولاب. فطبعا ما شاء الله ربنا يوفقهم ويملى لهم الاوضه كده والبيت كله خير وبركه. ميعادنا مع بعض فيديو جديد زي شطب شقتك.